كانت كل التوقعات تصب في مصلحة المغرب. الجميع يفكر في قمة فرنسا المرتقبة، بل حتى المدرب محمد وهبي نفسه حين دفع بحلحال مكان شادي رياض، وكأنه يخبئ لمعركة مبابي وأوليزي. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان ولا في البال من أول دقيقة، والخطورة تهدد شباك بونو. ياسين بونو أثبت أنه الحارس العملاق، خاصة أمام الضغط الكندي الرهيب. المدرب الكندي كان ذكيا جدا، فرض إيقاعا بدنيا قاتلا منذ البداية، مع تحيز تحكيمي واضح من الحكم الإنجليزي الذي أشهر البطاقات الصفراء ضد المغرب في الدقيقة 25 فقط. بعد صافرة البداية يحتج بونو بقوة على المهازل التحكيمية، وفي الدقيقة 50 انفجر عز الدين الناحي مسجلا هدفا رائعا في الزاوية الميتة. هنا في المنصة الشرفية تلاشت بروتوكولات وتعانق فوزي القجع وموتسيبي فرحا. وفي الدقيقة 88 أضاف الميسر الناحي الهدف الثاني قبل أن يختتم البديل الذهبي سفيان رحيم الثلاثية في الدقيقة 98 بفضل تمريرة ساحرة من إبراهيم دياز. أرقام قياسية في هذه المباراة. إبراهيم دياز أصبح رسميا أول لاعب في تاريخ كأس العالم يمنح 4 تمريرات حاسمة في 4 مباريات متتالية. المغرب رسميا أول منتخب إفريقي يصل لدور الربع النهائي في نسختين متتاليتين. الناحي حصل على أعلى تقييم 9.4 بفضل أدائه المذهل. شاركونا آرائكم في التعليق حول أداء المنتخب الوطني المغربي، وأضيفوا إليه توقعاتكم للمباراة القادمة ضد المنتخب الفرنسي بقيادة مبابي وديمبلي وآخرون.